شايل الميتين راحوا. ده البلطجي ده بيقولوا عليه بلطجي، ده منظر بلطجي، ده بلطجي، ده اللي احنا صرفنا عليه دم قلبنا، ده منظر بلطجي، ده يوحد ربنا. بعد عمر وسنين لما جالنا يقولوا بلطجي اللي كان بيشيل الميتين من الزباله، كانوا بتوع الجيش بيرموهم واحنا بنشيلهم، في الاخر يقولوا بلطجي. عاملين سيديهات ومركبين الوشوش بتاعتهم على الناس اللي بتحرق البلطجيه اللي هم جايبينهم بتوع الجيش. احنا عيالنا مش بلطجيه، واحنا بنطالب ان عيالنا تطلع زي الناس اللي طلعت، زي الناس الحراميه اللي طلعت وخدت براءات. احنا عايزين عيالنا تطلع، عيالنا هنولع في الدنيا. احنا اخترنا محمد مرسي عشان يطلع عيالنا، ما عملناش اي حاجه. كل اللي طلع الاخوان بس، ما طلعش حد من الشباب المسلمين بتوعنا، طلع الاخوان. احنا بنطالب ان عيالنا تطلع، عيالنا هتحصل ثوره تانية اكتر من الاول عشان نقول عيالنا مش بلطجيه ولا حراميه. احنا ما عرفش فلاش هتثبت ان المكبه العلمي مولع من الجيش من عيالنا. امه جات له جلطه وابوه ابوه جاله جلطه وامه جات لها جفاف في عينيها الاثنين بسبب ان هو بيقول هو وحيد على 6 بنات ومعاه كارنيه محمول في مظبوط في القضيه ان هو امن للتحرير. ماسك الدكاتره وقالوا في التحقيقات ان هم واخدينه من البيت، للاسف هم واخدينه من مقر عمله، ولو قالوا غير كده ياخدوا بالجزم عشان احنا ابننا مش بلطجي ولا قليل الادب، وعملوا وفي اثباتات وفي طبعا حسن سير وسلوك في السجن ان هو ماشي بما يرضي ربنا. مينا عادل انيس ابني عنده 20 سنه، وخدوه الشرطه العسكريه من مكان كان بيشتري فيه لبس العيد، فهو عنده دراع اليمين تعبان ومتجبس، فاول ما شافه اول ما هو مجبس دراعه راح اخدوه في عند المترو، وفضل يضربوا فيه ولغايه ما كسروا له دراعه الشمال وودوه مستشفى الحلميه العسكري، وهناك اجرى ليه عمليه 6 مسامير وشريحتين في ايده الشمال، واخدوه. العمليه اتعملت يوم 25/12، اخدوه يوم 27/12. راح بص عليه وزوره قالوا لي الجيش خده، رحت الجيش قالت له الداخليه خدته، لفيت عليه كتير، عملت بلاغ في وزاره الداخليه، ورحت مديريه امن القاهره، ورحت اسم الاستئناف، ورحت الدنيا كلها ادور على ابني ما لقيتوش. وهو كان عامل عمليه اساسا، بعد العمليه بيومين اخدوه، المفروض يتحط تحت الملاحظه، ياخد مسكنات، ياخد ادويه عشان ده عامل عمليه. فقعدت ادور عليه لمده شهر، ادور عليه لغايه ما ناس قالوا لي ده ابنك في سجن طرق، روحي شوفيه. فرحت زرته وشفته، ربنا ما يوريك الجرح بتاعه، قعد شهر بحاله ما يتغيرش عليه ولا ياخد برشامه مسكنه.